احلى متابعين، اهلا بيكم. النهارده هنعمل احلى حاجه في حلاوه المولد، ألذ حاجه بنحبها ومفيش اختلاف عليها والكل بيحبها، هي الفوليه. اهو زي ما انتم شايفين قدامكم. ليه نشتريها بالغالي وهي ممكن تعمليها بابسط طريقه في البيت واقل المقادير؟ بقت مش عايزه اقول لكم، يعني حلاوه المولد بقت غاليه جدا بره. يلا يعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الفيديو اللي في الاخر اللي هيعرفكم هنعمل ايه المره الجايه في حلاوه المولد. بجيب صينيه عاديه خالص وبحط فيها، ده نص كيلو سوداني، نص كيلو انا سوداني انا مقشره، وحطيته في الفرن دقيقتين بس عشان خاطر يخرج الرطوبه منه، وخلاص على كده دقيقتين بس يا دوب يدفى. وبعدين بجيب حله بحط فيها كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وبرفعهم على النار، واول ما يغلي بحط على طرف المعلقه كده ربع معلقه ملح ليمون او نص ليمونه، واول ما يوصل للون المكرمل ده بنزلها عشان ما يتحرقش معاكي، عشان لو اتحرق هيمرر في الحلاوه. فاحنا ايه بننزلها اول ما يوصل للون ده. بعمل اختبار كده في ميه، باخد نقطه في ميه، اول ما تنشف معايا كده يبقى انت ايه، الحلاوه او الشربات مظبوط معاكي. بحط له على طرف المعلقه كربوناته او كربونات الصوديوم على طرف المعلقه، ما تزوديش الكربونات. اهو بقلبهم عشان الكربونات ده بيساعد على ان ما يبقاش ما يعضمش معاكي، يبقى سهل كده ويدوب في البق اول ما يتقطم، ويتقطم معاكي بسهوله. اهو زي ما انتم شايفين انا بمسكه هو يدوب دافي، بحطه بقى على الشربات اللي انا عملته، وبقلب بغلف السوداني كله بالعسل او الشربات اللي انا عملته ده، بغلفه كل ده بسرعه. انت بتشتغلي بسرعه، بتقلبي بسرعه، واي حاجه تستخدميها بتدهنيها زيت. الصينيه طبعا مدهونه زيت كويس جدا. انا ما بحطش كيس، لاني انا لما باجي افردها الكيس بيتلم معايا، فانا ما بحطش كيس، بغلفها كويس بالزيت وخلاص. وبعدين بفرد السوداني في الصينيه كلها، بجيب اللي بهرس بيها البطاطس وبفرد بيها خالص كده عشان اخليه كله في حته، يعني كله مستوي، كله في يعني قد بعضه. وبعدين بقطعه على طول، بتقطعيه على طول لان هو بيقفش في ساعتها، بيقفش في ساعتها. انت بتقطعيه وهو سخن لسه. وخدي بالك كل حاجه تدهنيها زيت، وتاخدي بالك على ايدك لان هو بيبقى سخن. بتقطعيه على طول، ما بيكملش ساعه، ما بيكملش ساعه وبينشف. اهو زي ما انت شايفه، ما كملش الساعه معايا ونشف بقى فوليه زي ما انتم شايفين قدامكم، عشان انا مقطعاه فبيطلع بسهوله معايا. لو استنيتيه ما قطعتهوش بسرعه هيتكسر منك، مش هيطلع حته واحده زي كده. فانت بتقطعيه وهو سخن. كل حاجه في الحاجات دي بتعمليها بسرعه، يعني ما تستنيش على حاجه. شايفين شكلها تحفه اهو، بتطلع معايا بمنتهى السهوله عشان كنت دهنه الصينيه زيت كويس. وايدي، حتى ايدي وانا بتعامل كانت مدهونه زيت. اللي بهرس بيها البطاطس كانت مدهونه زيت. القطاعه اللي انا بقطع بيها بدهنها زيت. كل حاجه بتدهنها زيت، لانك لو ما دهنتيهاش هيطلع في الحاجه، هيلزق في الحاجه ومش هيطلع غير بالميه، فالزيت مش هيعمل كده، مش هيخليه يلزق في حاجه. شايفين انا بكسره قدامكم ويتكسر بمنتهى السهوله. انتي بصي سهل ازاي، شايفين صوته، شايفين القطمه بتاعته. والكربونات الصوديوم او الكربوناتو هو اللي بيخليه ما يبقاش معضم، اول ما تقطمي بيتقطم معاكي بسهوله. اتمنى يكون عجبكم وتقوموا تجربوه وتعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير. وما تنسوش الفيديو اللي في الاخر هتشوفوا هنعمل ايه المره الجايه في حلاوه المولد. احنا اتينا يا سادة وهي الخطة ومفيش عادة، كله جديد في جديد كالعادة، هنزع الله يفترك السعادة.